السلام عليكم. ترامب يا حضرات بقى أضحوكة العالم كله النهارده، العالم كله بيضحك على ترامب وبيتمسخر بيه. يعني تشوف أكبر رئيس دولة في العالم، الدول كلها بتضحك عليه وبتتمهزأ بيه بسبب موضوع إيران، وكمان بتتخلى عنه، فتعرف إن أمريكا خسرت الحرب ضد إيران. اللي حصل إن بعد المفاوضات ما فشلت وكل وفد راح لمكانه أو لبلده، طلع ترامب وقال لك لا، ده احنا هنحاصر مضيق هرمز، وحلف الناتو كمان هيخش معانا في الحصار ده، او هيخش معانا ضد ايران. طبعا حلف الناتو طلع كله ونفى الكلام ده كله، لانهم مش ناسيين موضوع جزيره جرينلاند لما حاول ترامب ان هو ياخدها بالقوه. وطبعا يعني وقفوا بكل قوتهم، عايش اوروبا يعني شهر ولا اتنين في قلق شديد جدا. الحاجه التانيه لما حاول ان هو يعني يعمل صلح ما بين اوكرانيا وروسيا بعيد عن الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، ولما طلع بهدل حلف الناتو وقال لك ده عيب على الولايات المتحده الامريكيه، وحتى رؤساء الدول ورؤساء الوزراء بهدلهم في حلف الناتو، رئيس الفرنسي، رئيس الوزراء البريطانيا، كل ده بهدلهم بهدله جامده جدا، عشان انهم كانوا رافضين ان يعني اوكرانيا تتنازل عن جزء كبير من اراضيها لروسيا. فطبعا يعني هم فاكرين الكلام ده كله لترامب، لدرجه حتى حليفتها وحبيبتها اسرائيل اللي هي اصلا بتحارب ايران عشانها، نزلوا النهارده يعني مقال وحطوا ودان لترامب يعني زي البهيم، بيقولوا له انت يعني زي البهيم. المقال لاذع جدا زي ما هتشوفوا قدامكم، وبيقولوا له انت يعني رئيس غبي ورئيس ما بتفهمش، ويعني طبعا في كلام كبير جدا. العالم النهارده كله بيضحك على ترامب، الاتحاد الاوروبي، اسرائيل نفسها زي ما بقول لك اللي هي حبيبتها واللي امريكا بتحارب عشانها، طالعين النهارده يتمسخروا بيه. فده ياكد لك يعني كلام من الاخر انه يعني الحرب بالنسبه لامريكا خسرتها. وطالع يقول لك انا هحاصر مضيق هرمز. طب ما مضيق هرمز اصلا متحاصر، يعني مضيق هرمز اصلا ما فيش سفن ولا بتعدي ولا بتخش منه، فانت هتحاصر المتحاصر. لو حتى هو عايز يحاصر النهارده ايران، فايران متعوده على كده وواخده على كده. ايران النهارده بقى لها 45 سنه على عقوبات من الولايات المتحده الامريكيه. فده ياكد لك ان خلاص ما عادش يعني لدى ترامب والولايات المتحده الامريكيه اي وسيله ضغط على ايران. ضربهم، تفجيرات فجرهم، وكل ده ما جابش اي نتيجه معاهم، لانهم يعني عاملين حسابهم كويس قوي، وان ايران مش هتتخلى عن الموضوع النووي، لان واخداه حياه او موت. فهل الضرب هيرجع تاني وهيبقى فيه ضرب قوي جدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل؟ ده اللي هنشوفه في الأيام الجاية إن شاء الله.